تعالوا بقى يلا بينا نعمل الحلا الفظيع الساقع اللي يرطب على القلب في الحر اللي احنا فيه دوت. بجد الجو فظيع فظيع، والواحد عايز طول ما هو قاعد ياكل حاجات ساقعة ترطب على قلبه. فاحنا قررنا نعمل النهاردة الحلا الجميل الساقع اللي يرطب على القلب دوت، وهو اسمه حلا ليالي لبنان. طعمه تحفة تحفة تحفة، خليط من السميد مع اللبن مع مية الزهر مع الكريم شانتيه مع الفستق. بجد هياخدك في حتة تانية خالص. بس قطمة منه كده أو قطعة صغيرة منه هتروحي في مكان تاني خالص مع الترطيب اللي على القلب ده في الحر اللي احنا فيه ده. بجد جربوها هتعجبكم جدا. تعالوا بينا يلا نشوف الجمال ده كله احنا طلعناه ازاي. زي ما احنا شايفين كده، والطبقة اللي تحت دي مع طبقة الكريمة مع الفستق اللي فوق الوش، بجد مع مية الزهر واخداها في حتة تانية خالص. فيلا بينا نشوف الجمال ده احنا عملناه ازاي. بجد حاجة وهم هتاخدك في حتة تانية، هتخليكي في عالم موازي بجد. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي حبايبي. وزي ما تعودنا نسمي الله ونصلي على رسول الله افضل الصلاه والسلام. ومعانا كسرولة او حله صغيره بنحط فيها كوبايه ونص سكر زي ما احنا شايفين كده، تمام. وعليهم كمان كوبايه ميه، وبنحط كمان شريحتين ليمون صغيرين، وبنبدا نولع عليهم النار. واول ما يبداوا في الغليان هنحط عليهم مكون تاني. وزي ما احنا شايفين كده، اول ما بدأ الغليان هنديله 3 دقايق وبعدين هنطفي عليه ونحط المكون اللي بعد كده. واحنا كده سيبناه يغلي من 3 ل 4 دقايق، هنبدأ نطفي عليه ونحط المكون ده بقى اللي بيميز الحلا دوت، اللي هو حلا ليالي لبنان او الحلا البارد ده. بنحط له معلقة كبيرة ماء زهر، هو مشهورة بيها الحلا دي. وبنسيبها بقى على جنب الشربات ده لغاية ما يبرد، لغاية ما نكمل بقية وصفتنا مع بعض. بنجيب برضو اي حاجة على النار، بس احنا لسه مولعناش النار. بنحط 5 كوبايات حليب، تمام. وبنحط نص كوباية سكر، نص كوباية سكر على الحليب. وبنحط عليهم كوباية سميد من اللي هو بتاع البسبوسة، اللي هو الناعم السادة اللي مش مخلوط بحاجة، اللي هو بيتجاب سايب من عند العطار. بعد كده بنبدأ نولع عليها النار على نار وسط، وبنفضل نقلب الخليط لغاية ما نحصل على القوام اللي احنا عاوزينه. وفي خطوة بصراحة أنا ما عملتهاش لأني أنا ما عنديش المكون. المفروض إن احنا بنجيب حبيتين فصين أو 3 مستكة مع معلقة سكر أو نص معلقة سكر، وبنطحنهم قوي وبنحط نص معلقة منهم على الخليط ده. بس أنا للأسف أنا ما عنديش بصراحة مستكة. زي ما احنا شايفين كده السمك بتاعه بدأ يتقل وهيبدأ يغلي ويطلع في الفقاعات بتاعته دي. ده بيدل على ان طبعا السميد اللي احنا حطيناه ده استوى. فأول ما يبدأ يطلع الفقاعات بتاعته هنبدأ نزود له معلقة مية زهر صغيرة. ودي مية الزهر دي اللي بتميز طعم حلا لبنان أو الحلا اللي احنا بنعمله ده عن أي حلا تاني. دي معلقة صغيرة مية زهر، وهنبدأ بس ندوبها. وهو بدأ هو يطلع الفقاعات بتاعته خلاص. المفروض ان احنا بقى نطفي عليه خلاص. زي ما احنا شايفين كده السمك بتاعه هو كده استوى خلاص، وحطينا له المعلقة الصغيرة مية زهر. وزي ما احنا شايفين كده بدأ زي ما احنا شايفين بيطلع الفقاعات كده، هو تمام. هنطفي بقى عليه. احنا بنجيب البايركس بتاعنا اللي هنحطه فيه او الصينية او القالب، وبندهنه بالشربات اللي احنا عملناه. بندهن القاع بتاعه وكل الجوانب بندهنها بالشربات عشان تبقى سهلة لما نيجي نطلع منها اي قطعة احنا عايزينها بعد ما تبرد. زي ما احنا شايفين كده وزعنا الخليط بالتساوي، وهنسيبها تهدى شوية ونغطيها، او عادي نغطيها ونسيبها تهدى شوية بعد كده ندخلها التلاجة. ما احنا شايفين كده احنا حضرنا عشان نبدأ نحضر التغطية اللي هنغطي بيها اللي هي حلا ليالي لبنان. لو
الباكيتات بتاعة الكريم شانتيه، يبقى باكيتين. ولو عندك كريمة سايلة، قصدي كريمة سايبة اللي هي الخام دي، بتحطي من كوباية لكوباية إلا ربع كريمة بودر كريم شانتيه، وعليها كوباية لبن. أنا حاطة هنا نص كوباية بس، كنت مالية نص كوباية قوي، فحطاها هنا، وعليها كوباية لبن بس يكون متلج، لأن احنا عارفين طبعا كل ما اللبن أو المية تبقى متلجة بتدينا نتيجة أفضل. بعد كده بقى هبدأ إن أنا أضربها الأول، بس هدوب بس الكريمة عشان ما تعفرش وتبهدل الدنيا، وبعد كده هبدأ إن أنا أضربها لغاية ما نوصل للقوام المطلوب. بعد كده بقى نحطها على الحلة بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان الكريم شانتيه بتاعي خام طبعا مفيهوش سكر، فانا حطيت له سكر وحليته التحليه على حسب الرغبه، وكمان هنحط له نقطتين كده فانيليا. احنا ممكن نحط اللي هو ماء الزهر، بس احنا حطينا في الشربات وحطينا في الحلة نفسها، فهنحط هنا فانيليا ونبدأ نكمل ضرب. انا عايزه اقول لكم ان في المرحله دي بتاعه الكريمه، لما القوام يبقى كده سميك كده، احنا المفروض بنزود علبه قشطه، اللي هي المعلبه ديت المعدن، يا اما اللي هي الجيمر اللي هي الكرتون دي، يا اما لو ما فيش ده او ده ممكن نزود اللي هو من وش الحليب العادي. انا هزود كمان معلقتين كبار، دي معلقه، ودي معلقه كمان. تمام، هنبدأ نعيد بقى ضربها تاني، وزي ما احنا شايفين كده هو ده القوام اللي احنا عايزينه للكريمة. لما نطلعها كده بتعمل منقار كده، زي المنقار كده، ده القوام دوت حلو قوي كده. انا حطيت عشان يبقى سهل عليا الكريمة في كيسة من بتاعة التلاجة، وهبدأ ان انا اوزعها على الوش زي ما احنا شايفين كده، عشان تبقى سهلة ان انا افردها. هبدأ بقى افردها كده زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت طبقة الكريم شانتيه وسويتها، وهبدأ بقى ان انا احط المكسرات عليها. المفروض ان هو بيتحط عليها فستق في البلد بتاعتها يعني في لبنان، فاحنا اللي عنده فستق يحط عليه. انا دلوقتي اللي انا بحطه ده الفستق الكداب، انا عاملاه في البيت، فتمام. فاللي يشوفه يعني اهوت، ونفس الطعم برضو، يعني انا حاطه طعم الفستق، وحاطه فستق بس بسيط مع السوداني اكتر يعني، ومدياله نكهة الفستق انا عاملاه، وممكن ابقى اعمل لكم فيديو بيه ان شاء الله. فطبيعي لو ما كنتش انا قلت ان انا حاطه فستق كداب، كان اللي يشوفه يعني اكيد هيعتقد ان هو فستق طبيعي. واللي عنده برضو ورد محمدي هما بيحطوا عليه برضو ورد محمدي، بس بجد طعمها روعة روعة بجد، جميلة جدا 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 بصراحة، وحلوة قوي وطرية كده ترطب عليكي في الجو الحر دوت. بس طبعا بعد ما بتحطيها في التلاجة، انا كده خلصتها خالص اهي، وحطيت عليها الفستق، وهحطها في التلاجة بقى لغاية ما تسقع، وبعدين نرجع نقطعها مع بعض وندوقها. حبايبي زي ما احنا شايفين كده، دي نتيجة حالة ليالي لبنان اللي هي الباردة بعد ما سقعت بالمنظر ده، وهنقطعها ونشوفها مع بعض النتيجة بتاعتها. الأول خالص الشربات بتاعها اللي هو بمية الزهر، فالمفروض ان احنا بنحط الشربات عليها كده، بنوزعه عليها، او بنحطه على القطع اللي احنا عاوزين ناكلها في طبق. لما بنطلع قطعة بنحط، فليكي مطلق الحرية ان انت تحطي على ال البايركس كده اللي انت عاملة فيه. وعلى فكرة هي ممكن تتعمل كمان في كوبات او كاسات زي ما تحبي، نفس الطبقات دي برضو. فالشربات اللي احنا عاملينه دوت بيديها طعم طبعا، يعني بيوديها في حتة تانية. طبعا عارفين انتوا الحلويات بتاعة لبنان بتبقى ليها طابع ومذاق خاص كده، بتاع بلاد الشام كلها، يعني اذا كان لبنان او سوريا
او كده يعني، بيبقى ليها طابع خاص بالحاجات اللي بيحطوها زي ميه الزهر اللي بتعكس الطعم طبعا دي. فاحنا كده حطينا عليها الشربات على الوش في الطاجن اللي احنا عاملينه او البايركس اللي احنا عاملينه، او لو احنا عاملين كبات او كاسات بنحط عليها، او لو بنطلع قطعه من اللي مش عايزين نحط عليه كله كده بنطلع القطعه في الطبق وبنحط عليها الشربات اللي احنا عاملينه زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده. او انا عشان بس مكتره كريمه شويه حاطه طبقه سميكه، فكمان ما لحقتش تقعد في التلاجة قوي تتماسك، فانا طلعتها. المفروض كانت قعدت اكتر من كده، بس عشان نجربها مع بعض وهنشوفها بجد بجد كريميه جدا وناعمه جدا جدا جدا، والطعم ولا اروع من كده بجد. بتاخد الواحد في حته تانية خالص بميه الزهر اللي في المكونات بتاعتها مع الشربات بتاعها مع الكريم شانتيه. بجد تحفة تحفة، مكوناتها تحفة. أتمنى منكم إن انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. ولو جربتوها عجبتكم قولولي رأيكم فيها ايه، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وتعليق جميل زيكم عشان يوصلكم كل جديد من مسك ومعنبر. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، ومع السلامة.